اكتر حاجه بحبها في الكبسه انها مش محتاجه غير حله واحده، وانا مش محتاجه استنى الفرخه تتبل بالساعات. زيت وسمنه، وهنزل بالتوابل الصحيحه. اهم حاجه تقروا الكابشن واللوم يكون مفتوح علشان يستوي ويطلع طعم. هنزل بالبصل ورشه ملح، اقلبهم دقيقه اشم ريحه التوابل والبصل يبتدي يدبل شويه. بعدها هنزل بالفلفل الرومي والجزر المبشور، اقلبهم مع بعض دقيقه كمان، واوسع مكان انزل فيه الصلصه. ودايما الصلصه المعلبه ادوها صدمه الاول قبل ما نضيفوا عليها اي سوائل. كله يندمج في بعضه. انزل على طول بالطماطم اللي انا بشرتها واقلبهم في بعض كويس، وابتدي احط التوابل، ملح وفلفل اسمر، رشه سكر، ومعلقه كبيره من بهارات الكبسه اللي عملناها الفيديو اللي فات. لو مش هتقدروا تعملوها ممكن تشتروها ميكس جاهز من اي محل عطاره. هقلب كل ده في بعض كويس واسيبها 5 دقايق تتسبك، وانزل على طول بالفراخ بتاعتي. الفراخ مغسوله كويس، بنزلها على الجلد الاول، واحب اوزع الخلطه عليها بحيث ان هي تتبل وتاخد من كل الاطعمه. 3 دقايق على الجنب الاولاني وزيهم تقريبا على الجنب الثاني. بكون غاليه ميه واغمر الفراخ بقى بالميه السخنه، وكده 75% من الاكله خلاص جاهز. غطي عليها واسيبها على نار هاديه، وعلى حسب بقى وزن الفرخه تقريبا من 35 ل 45 دقيقه ماكسيمم هتكون الفرخه استوت كويس. بعد ما الفراخ تستوي ممكن تنزلوا معاها الرز على طول، بس انا احب اديها وش في الفرن. دوقوا المرقه بقى وظبطوا الملح، وشيلوا معلقتين من الشوربه دي على جنب. على طول هنزل بالرز البسمتي، وثقوا فيا انا عمري ما بنقع الرز مهما زاد مقدار المرقه، ما دام الرز مش منقوع هيشربه. طبعا بسيبه يستوي على نار هاديه جدا. معلقتين الشوربه اللي شلتهم حطيت عليهم ملح وفلفل وصلصه ومعلقه كبيره من الزيت، ونزلتهم تحت الشوايه تاخد لون. 20 ل 25 دقيقه تقريبا كان الرز خلاص استوى، مفلفل وجوسي وطعمه خطير، واسهل من كده اعتقد مفيش. طبعا الكبسه لازم جنبها دقوس، بس انا عملت لكم سلطات كتيره خطيره، استنوا الفيديو الجاي.